اليوم جيت ندوي على اكبر الشائعات اللي وصلوني في الميساج، وغنحاول بما امكن ما نتعصبش باش ما نضرب حتى واحد. عطيني شي تمرين اللي غادي ندير باش نحيد الدهون من ايديا. بزاف ديال لي ديبلوم، كاع انواع ديال الرياضات ومصادر الكربوهيدرات. ما خصهاش نقص على 2.5 غرام على كل كيلو من الوزن ديالك. غادي تختار وحده من هاد الخمسه، راه ما كاينش بيناتهم وما يكذب عليكم حتى شي واحد. جيت نقدم لكم راسي. 18 عام وفي الليسي ديما كان كلاسي، في النار فقعان في الثلاجه ويسكي من كلاسي. معكم الكوتش امين، ديبلومي من اكاديمي انترناسيونال في الكوتشينغ بيرسوناليزي والغونفورسمون مسكولار ولا نوتريسيون. وهادو هما لي ديبلوم ديالي. هذا ديبلوم ديال الغونفورسمون مسكولار انترناسيونال، هذا ديبلوم ديال لا نوتريسيون انترناسيونال، وهادو بزاف ديال لي ديبلوم كاع انواع ديال الرياضات. ومرحبا بكم عند الكوتش امين. واليوم جيت باش نصحح بزاف ديال الشائعات، لان الرياضه عندها علم واحد، ما كاينش بزاف ديال العلوم. بحال ملي كنقراو في الباك، كلنا كنقراو في مدارس مختلفه ولكن كندوزو امتحان واحد. اذا كاين علم واحد، يا اما عارفو يا اما ما عارفوش، ما كاينش شي حاجه اخرى. وهذه هي اللي كيخدموا بها ابطال العالم، كيخدموا بها الناس في كاع انحاء ديال العالم. خليكم معايا، غادي تشوفوا دابا المعلومات الصحيحه. اليوم جيت ندوي على اكبر الشائعات اللي وصلوني في الميساج، وغنحاول بما امكن ما نتعصبش باش ما نضرب حتى واحد. دي كالم عباس. والسؤال الاولاني اللي كيوصلني بزاف هو: خويا عطيني شي تمرين اللي غادي ندير باش نحيد الدهون من ايديا. خاصكم تعرفوا، الا كان شي واحد قال لكم باللي تقدروا تحيدوا الدهون غير من الايدين بوحدهم، بلوكيه دابا، بلوكيه دابا. ما تعاوديش تهضري معاه اختي، ما تعاوديش تهضري معاه. دي كالم عباس. والجواب على هذا السؤال غادي يكون سهل وبسيط. الدهون كتحيد من المناطق ديال الجسم كامله، ولكن كيفاش كتعطينا شكل زوين للجسم ديالنا؟ بطبيعه الحال كاينين ثلاثه ديال العوامل. الاولى هي سعرات حراريه اقل من الاحتياج ديالك اليومي، وكميه ديال البروتين عاليه في الريجيم ديالك. ثاني حاجه هي الكارديو لحرق سعرات حراريه كبيره وتسريع الميتابوليزم. ثالث حاجه هي الغونفورسمون مسكولار، يعني ملي كتمشي ترينا اختي اولا خويا العضلات ديالك، فانت هنايا ما كتحرقش الدهون، هنا كتخدم الغونفورسمون مسكولار باش تحافظ على الكتله العضليه. ببساطه باش منين الجسم ديالك ينشف من الدهون تولي عندك شكل زوين للجسم ديالك، ويبقاو العضلات ديالك والمناطق الانثويه اولا العضلات ديالك الا كنتي دري. وهنايا كاين اخبار زوينه. واش نقدر نزيد الكتله العضليه وانا كنشف الدهون؟ ممكن، في حاله وحده، الا كنتي حابس الرياضه لمده طويله ورجعتي كتريني، يعني عندك الذاكره العضليه وفي نفس الوقت مقاد الريجيم ديالك، كدير الكارديو وكتريني الغونفورسمون مسكولار بالطريقه الصحيحه بطبيعه الحال. السؤال الثاني: خويا بغيت نحيد الكرش ولكن ما بغيتش نقص الوزن. خويا بغيت نحيد الشحمه ولكن ما بغيتش نقص الوزن. ناري كون سمعها فيتاغورس. لا اختي، فيتاغورس ما فهمكش، ولكن انا فهمتك شنو هو بغيتي تقولي. بغيتي تنقصي من الكرش وتحافظي على المناطق الانثويه. ملي كتمشي عند الجزار وكتاخذ كيلو ديال اللحم مع نص كيلو ديال الشحمه، راه نص كيلو ديال الشحمه. اذا انت الا كان في الجسم ديالك تقريبا كيلو اولا 2 كيلو ديال الدهون، فهنايا بطبيعه الحال غتنقصي 2 كيلو. ولكن ما تخافيش على الجسم ديالك والمناطق الانثويه. الا كنتي دايره الريجيم بالطريقه الصحيحه، كتريني الغونفورسمون مسكولار كما قلت باش تحافظي على الكتله العضليه ديالك، وكتاكلي كميه ديال البروتين عاليه، وكديري الكارديو بالقياس ب 20% من القوه القصوى ديالك لمده 30 دقيقه او لا 20 دقيقه من وراء كل حصه. وباش نسهل عليكم الامور، كاينين 5 ديال لي زوبجيكتيف في البريباراسيون فيزيك. كاينه البير دو بوا يعني فقدان الوزن، كاينه لا سيش يعني التنشيف، وكاينه مانتونونس دو بوا يعني الحفاظ على الوزن، وكاينه بريز دو ماس مسكولار سك، وكاينه بريز دو بوا. اذا غادي تختار وحده من هاد الخمسه، راه ما كاينش بيناتهم وما يكذب عليكم حتى شي واحد. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يحيدوا الدهون من الذراعين اولا من البطن، فهذا كيعني بانك باغي التنشيف. باش نسهل عليكم الامور، الهدف ديالك هو التنشيف، يعني غادي نقصوا 500 سعره حراريه على الاحتياج ديالك اليومي كحد اقصى باش ما نقصوش من الكتله العضليه. هذا كيعني بانك خاصك على الاقل تنقص ما بين نص كيلو حتى الكيلو الا ربع في السيمانه باش ما تدخلش في الكتله العضليه. بطبيعه الحال الا كان عندك كوتش متمرس اولا انت كتعرف دير الحسابات ديالك بوحدك. وبطبيعه الحال ما تخافيش وما تخافش، لان التنشيف المده ديالو ما غتكونش مدى الحياه، غادا تكون المده ديال 15 يوم اولا شهر حتى توصل للهدف ديالك اولا توصلي للهدف ديالك. ومن بعد كتبدل البروغرام وكتحدد الهدف اللي من وراه.
وهاد الاسئله اللي غادي تسمعوا دابا جاتني من عند واحد الشخص اللي كان كوتشي دابا شخصيا، اللي عطاهم ليه واحد الكوتش بكميه ديال الجهل اللي ممكن تدمر العالم كامل. والشائعه رقم واحد، حيد الصفر ديال البيض، لان البيض ديال البيض فيه غير البروتين، والصفر ديال البيض فيه الدهون. هادشي هذا غادي يساعدك على انك تفقد الوزن او لا تنشف. اول حاجه مصادر ديال البروتين عديده، ما كاينش غير البيض او لا البيض ديال البيض. ثاني حاجه ملي كنبغيو نقصوا الوزن او ننشفوا فكنمشيو للمصادر ديال الكربوهيدرات هي الاولى، كنقصوا منها وكنحيدوا السكر والمواد المصنعه والخبز. ومصادر الكربوهيدرات ما خصهاش تنقص على 2.5 غرام على كل كيلو من الوزن ديالك، باش الجسم ديالك يلقى مصدر ديال الطاقه اللي غادي يستعمل في الوقت اللي انت كتريني او لا خدام او لا خارج كتمشى. وثاني حاجه هي الدهون الصحيه، كنقصوا من الدهون الصحيه حتى 0.8 غرام على كل كيلو من الوزن ديالنا كحد ادنى. علاش؟ لانها المحرك الاساسي للهرمونات اللي غادي نحتاجو بطبيعه الحال في الوقت اللي حنايا كنشفوا وباغي نحافظوا على الكتله العضليه. ودابا كيدور في بالك واحد السؤال، وكتقول لي ابطال ديال العالم والناس اللي كنشوفوا حنايا كلهم تيحيدوا الصفر ديال البيض. بطبيعه الحال غيحيد الصفر ديال البيض لانه تياكل 10 15 بيضه في النهار، تياكل بلاطو ديال البيض، ما يمكنش ليه ياكلوا كامل. اذا ما نحيدش الصفر ديال البيض بشرط واحد، انني ما نفوتش 4 ديال البيضات كاملين في النهار ديالي. وما نساوش باللي الصفر ديال البيض فيه الدهون الصحيه اللي قلنا هي المحرك الاساسي للهرمونات ديال الجسم، وفيه الاوميغا 3 اللي كتخلي المفاصل ديالنا تحرك بسلاسه. اما الكميه ديال الفيتامينات اللي فيهم فهي كثيره ولا تحصى. ودابا السؤال الثاني، كوتش شتك ما عطيتينيش المكملات. الكوتش الاولاني كان قال لي خذ الكرياتين وخذ البروتين وخذ الديانابول. ناري 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 ناري. وقبل ما ندوي على الكميه ديال التخربيق اللي سمعتو دابا، خصكم تعرفوا بلي الرياضه عندها واحد الساس ديالها. الاولاني هو لا نوتريسيون، يعني الحميه الغذائيه ديالك تكون محسوبه حسب الهدف ديالك بالبروتين، الكربوهيدرات والدهون الصحيه والسعرات الحراريه بطبيعه الحال. ما كاينه شي حاجه اللي عشوائيه في هذه الرياضه. ثاني حاجه اللي هي التمارين ديالك. التمارين ديالك خصهم يكونوا على حسب نقاط الضعف ديال الجسم ديالك ونقاط القوه. يعني كندوي على لاناتومي دي كور، يعني تقسيم عضلات الجسم. مع العلم ان هذا السيد الوزن ديالو 91 كيلو، متر 81، هذا كيعني بان الهدف ديالو هو فقدان الوزن. علاش؟ لانه عنده كميه ديال الدهون عاليه. باش نشوفوا الشكل الحقيقي ديال العضلات ديالو، وبطبيعه الحال نحاولوا نحافظوا ليه على اكبر كميه ممكنه من العضلات. ومني غيبان لنا الشكل الحقيقي للكتله العضليه ديالو، في هذه الوقيته هذه غادي نبدلوا البروغرام الى التنشيف. علاش؟ باش نحافظوا ليه على اكبر كميه ممكنه من العضلات والجسم ديالو ياخذ شكل زوين وتكون عنده جماليه. يعني مبدئيا ما غاديش تحتاج لهذه الكميه ديال المكملات الغذائيه واللي اصلا ما عندها حتى شي علاقه بالهدف ديال فقدان الوزن. والناس اللي كنخدم معاهم تيعرفوني بانني اخر شخص كينصح بالمكملات الغذائيه. علاش؟ لاننا كنحسبوا الوجبات والكميه ديال البروتين هي الاولى، نشوفوك واش تقدر تاكل الكميه ديال البروتين اللي خاصك من الوجبات ديالك. في حاله الا ما قدرتيش، هنا كننصحك بانك تاخذ لاواي مثلا باش تكمل الغذاء ديالك، لانه تيبقى مكمل غذائي. يعني كاين الساس هو الاولاني اللي هي الحميه الغذائيه المحسوبه. وفي الحلقات اللي جايين غندوي على اهم المكملات الغذائيه، الدور ديالهم وامتى تاخذهم. غتكون حلقه خاصه للمكملات الغذائيه لان كاينين مجموعه كبيره ديال المكملات الغذائيه. ودابا السؤال اللي كيجيني من عند البنات بزاف، خويا انا درت الريجيم وفقدت المناطق الانثويه وبقات عندي الكرش، شنو المشكل؟ قولي لنا شنو هو كتاكلي في هذا الريجيم. وفي الصراحه كندير كاس ديال الحليب، تندير معاه كرواسه في الصباح، والوجبه الثانيه كندير خضيره في الطاجين، وتناكل معاه واحد الطريف ديال الخبز. اياه في العشاء ما كنتعشاش. اول حاجه غتلاحظ في هذا الريجيم هو ان البروتين ما كاينش اللي كيحافظ لنا على الكتله العضليه وتيمنع ان الجسم ديالنا يترهل. وملي كنقول عضلات كنقول بروتين. هذا كيعني بان البروتين ما خاصوش يتحيد من الريجيم ديالنا. كاينين حوايج اخرين اللي خصهم يتحيدوا من الريجيم ديالنا. وملي كنقول ريجيم ما تنقولش الجوع، تنقول الريجيم يعني ناكل على الاقل 3 4 ديال الوجبات صحيه متوازنه بكميه قليله، وكميه ديال الكربوهيدرات هابطه، دهون صحيه هابطه، وبروتين طالع. اذا اختي الا كان عندك هذا المشكل نتمنى تكوني استفدتي من هذه المعلومات اللي عطيتك دابا. البروتين ما كنحيدوش. ثاني حاجه هو اننا خصنا نديرو الغونفورسمون ميسكولار باش نحافظوا على الكتله العضليه ديالنا، باش الجسم ديالنا يفهم باننا مازال محتاجين لدوك العضلات اللي حنايا كنخدموهم.
الا استفدتي من هذه المعلومات اللي حطيت لك في هذا الفيديو، ما غيبقى لك الا تختار وحده من 5 ديال الاهداف اللي ذكرت لك في الفيديو بطبيعه الحال، وتقاد الوجبات ديالك وتمشي تريني بالطريقه الصحيحه. وإلا درتي الامور بالطريقه الصحيحه فالنتائج غادي تبقى غير قضيه صبر واستمراريه. وسمعوا هذه النصيحه اللي غادي نقول لكم، ما تبقاوش تاخذوا المعلومات ديالكم من اي واحد. علاش؟ لان كاينين واحد الفئه اللي الاجسام ديالهم الظاهريه كتبين على ان عندهم المعلومات، ولكن من الداخل ديالهم خاويين، دايرين بحال القربه من برا الشكل ديالها زوين مزوق، ولكن الداخل ديالها ما فيهاش حتى قطره ديال الماء اللي تروي العطشان. والفيديو اللي جاي غندوي لكم على العمليه الحسابيه للسعرات الحراريه، بروتين، كربوهيدرات والدهون الصحيه ديال كل هدف من 5 ديال الاهداف اللي شفتوا معايا في هذا الفيديو. ما تنساش دير ابوني باش يوصلك الفيديو اللي جاي وتولي كتعرف شنو هو تاكل وكيفاش تريني. وبغيت نستغل الفرصه ونقول لكم شكرا بزاف 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 على الثقه ديالكم، على 1000 ابوني اللي وصلنا ليها. العائله ديالنا غادا كتكبر، ما تنساوش بارطاجيو الفيديوهات ديالي ونوصلوهم لاكثر عدد ممكن من الناس باش نحيدوا بزاف ديال الشوائع اللي كاينه في هذه الرياضه.